الشركة العامة لصناعة السيارات في مدينة الإسكندرية جنوب بغداد تفتتح خط إنتاج لصناعة السيارات لتنطلق المرحلة الأولى من المشروع الاستراتيجي في البلاد، وبذا تحقق الحلم المنشود للشركة التي تم تأسيسها قبل 4 عقود تقريبا. الآن تحقق الحلم ورا 36 سنة من عمري ومن خدمتي هنا بهاي الشركة، والحمد لله وصلنا إلى مرحلة تأهلنا أنه ننتج سيارة عراقية، سيارة صالون عراقية، وممكن الكل الناس يستفيدوا من عندها ويستعملوها. التكلفة الإجمالية للمشروع في مرحلته الأولى وصل إلى 41 مليون دولار بطاقة إنتاج تصل إلى 120 ألف سيارة صالون سنويا، إلا أن الطموح لدى القائمين على الشركة العامة لصناعة السيارات أكبر من ذلك بكثير. هذه المرحلة الأولى من المشروع، أما هناك مرحلة ثانية وثالثة اللي هي مرحلة اللحام والصباغة، وفي حالة اكتمال مراحل ثلاثة سوف نكون فخورين بالقيام بإنتاج 75% من السيارة، بتصنيع 75% من السيارة في العراق، ونحن فخورين بهذه النسبة. خطوط إنتاج السيارات هذه من المؤمل أن تعيد الثقة بصناعات عراقية أخرى ترتبط بها بشكل مباشر، بل وستكون حافزا كبيرا لتقدمها من وجهة نظر القائمين على الصناعة العراقية. هي سوف تكون حافز لتطوير صناعاتنا الأخرى، مثل مصانعنا لصناعة البطاريات، مصانع كبيرة جدا سوف تكون إحدى الروافد لهذه الشركة. صناعة الإطارات اللي موجودة في بابل وموجودة في محافظة النجف الأشرف سوف تكون من الشركات الداعمة، إضافة إلى المصانع النسيجية التي سوف تدخل في هذا الجانب مع البتروكيماويات. لا يقف طموح الشركة العامة لصناعة السيارات عند تصنيع السيارات الصغيرة فقط، بل إنها تخطط لإنتاج الشاحنات الكبيرة والمتوسطة في المستقبل القريب، وهي نقلة نوعية للصناعة العراقية في حال إتمامها. هذا المصنع سيكون نقطة انطلاق لمشاريع مستقبلية تعد السوق العراقية بالمساهمة في سد حاجاتها الكبيرة والمتزايدة للسيارات والشاحنات، ليكون الخطوة الأولى نحو تحقيق الطموح العراقي بإنتاج سياراته بنفسه، وهو أمر جاء متأخرا بعض الشيء بسبب الاضطرابات الأمنية والاقتصادية التي شهدها العراق في السنوات الماضية. من مدينة الإسكندرية لصناعة السيارات جنوبي بغداد، شفيق عبد الجبار، تلفزيون دبي.